وحياتهم ساعدونا يا شيخ، ولا تنسى الاشتراك في القناة يوميات بلنجو الصعيدي. لا تنسى الإعجاب يوميات بلنجو الصعيدي. من فضلك فعل الجرس كي يصلك كل جديد يوميات بلنجو. سلام ورحمة الله وبركاته. تبع جريدة الأقصر. أهلا وسهلا. أعمل لك شاور دخول؟ لا نحن حضرتك بنلف على الناس الغلابة ونشوف ايه نقصاهم وكده يعني حضرتك. والله يا ولد احنا نقصنا حاجات كتير، وحالنا من يوم ما غليت كل حاجة حالنا بقى حال الطين الفاتح. الواحد ما عارفش حتى يتلفى له كيلو لحمة. تروح عند الجزار امبارح يقول لك ب150، تاخذ ال150 وتروح يقول لك ب160، تاخذ ال160 تاني الاسبوع اللي بعده يقول لك ب170. جزازة الزيت بقدرة قادر من 45 دوخ ب70 وب60 جنيه. طب ده يرضي مين ده يعني؟ لا ما تقلقش يا حاج، والله نحن بنلف على بنلف على الدنيا كلها التجار دول. احنا ارضي اللي عايزينه ان دول، بس عايزين نعرفوا حاجه. احنا الناس عاقلين يعني، احنا الناس كبار وفاهمين. الدوله لهاش دعوه بهم. الدوله لما بتيجي تزود جنيه او 2 جنيه. تمام يا حاج. مش بتزود ال5 وال10. لا انت كله كلامك صح يا حاج. ده اللي عايزين نوصلوه للناس، عشان انا عمك راجل كبير وفاهم يعني. الدوله يوم ما تزود جنيه 2 جنيه، ما تزودش ده كله. صح، ده التجار هم مكلمين كل حاجه. التجار حضرتك مكلمين كل حاجه يا حاج. الكبريت بقت بجنيه، قلنا ناكل الطعميه بدل اللحمه. انت يا حاج معلش خليك في البيض، انت بيضك بقت ب3 جنيه يا حاج. يا حبيبي كل حاجه غليت، البيضه بقت ب3. يعني احنا دو 5 هنا في البيت، عايزين نتعشوا مثلا، عايزين كام بيضه، عايزين اقل حاجه 5 بيضات، اقل حاجه دي. ولو ما مش بتخبز المره عايزين عيش. طبيعي هيكفينا احنا عيش. الصب بسم الله الرحمن الرحيم، حتى بتوع الفران المصري ما عندهمش ذمه ولا ضمير. الرغيف بقي مفيش مراقبه. مفيش مفيش مراقبه. الرقابه معدومه هنا في الصعيد عندنا احنا. انا بناشد وزير التموين، احنا هنا الرقابه معدومه، مفيش رقابه خالص. هنا كلهم اولاد 60 يقعدوا لك على المكاتب، واللي يتغمز واللي يتبلص وما حدش بيجي. دي حاجه. الحاجه الثانيه نشر صوتك للرأي العام. نحن الحاجه الثانيه دختي عايز اقولها لك، اني لما تاجي تموين في البلد المفروض الناس العاقله ما يروحش يقول للدكاكين خلي الناس تشتغل وتفتش، لكن الناس نايمه. انتوا كله عايز يلحق يا فلان يكفي، كله غلط. لما ضلك مركت الفنفوز بقت بجنيه، طبيعي يستعني انت. معلش يا حاج، نحن والله بنلف الدنيا ولسه معانا يعني لسه معانا شغل كتير والله. يا دختي الدوله عليها اعباء. الدوله بقت الشماعه بتاعت الناس البطل. كل واحد دوك هيشيل بتاع الدكان، يشيل لك الزيت ويشيل ورقة الشاي الربع من 25 يوصل 44 و33. كل واحد بحط بمزاجه هو. حسبي الله ونعم الوكيل. الواحد الدخت ما يلقى عدل لولا بس لا يموت كافر لا يعدل نفسه. انت مالك يا حاج؟ انت بتنفض كده يا حاج؟ والله الدخت عندي رخاء اعصاب، بس الحمد لله بتعالج يعني. الدولة بتصرف لنا من التنظيم اللي هنا ده باخذ علاج يعني. التأمين الصحي؟ الدولة الله يسترهم. ما شاء الله يسترهم لا يدونا يعني. الدولة زينة معانا. لو كان حاجة ناقصاك قول لنا يعني. احنا نقدر ما نقولوش الا غير حاجة واحدة بس، حسبي الله ونعم الوكيل في التجار، هم اللي بيغلوا. انت كده هنوصل احنا صوتك والله يا حاج، زي بعض يا رد. الف سلامة عليك يا حاج. الله يسلمك. لو ناقصك برشام ولا حاجة قول لنا. تسلم. لا الدولة حبيبي بتصرف لنا، الله يسترهم. الف سلامة. الدولة بتدينا يعني. يلا مش شاكرين يا حاج. ما شاء الله. رعد تشرب شارد. ربنا يخليك يا حاج والف سلامة عليك يا حاج. ما شارد رعد. وحياتهم ساعدونا يا شيخ، ولا تنسى الاشتراك في القناة يوميات بلنجو الصعيدي. لا تنسى الإعجاب يوميات بلنجو الصعيدي. من فضلك فعل الجرس كي يصلك كل جديد يوميات بلنجو.